فنان وقفوا دفنته علشان الحنة والريحان. رشدي أباظة تعب جدا في أيامه الأخيرة، والدكاترة صرحوا والدته بنوع المرض اللي عنده وقالوا لها إن أيامه بقت معدودة في الدنيا. بس رد فعل والدته كان غريب جدا ومش مفهوم وصادم. تعالوا أقول لكم التفاصيل والأيام الأخيرة في حياة دون جوان وإيه سبب حزنه الكبير قبل ما يرحل. تابعونا لآخر الفيديو. لما الدكاترة كشفوا على رشدي أباظة وعمل التحاليل والأشعة عرفوا النتيجة ومرضيوش يقولوا لأي حد إلا والدته. والطبيب قال لها أنا آسف يا هانم، رشدي عنده ورم في المخ مرحلة متقدمة. وقتها عرفت الأم إن دي نهاية رشدي أباظة، وسيطرت على الأم الطابع الأوروبي اللي ما بيعترفش كتير بالمشاعر الإنسانية في اللحظات اللي زي دي، وفكرت في الثروة اللي كتبتها له وإزاي إخواته من أبوه يورثوا الثروة دي من بعد رحيله باعتبار ما عندوش ولد. علشان كده فكرت إنها تاخد الثروة دي من رشدي أباظة قبل رحيله. علشان كده فتحته في الموضوع وما كانش مصدق اللي بيسمعه، وقال لها أنا ما طلبتش منك تكتبي لي حاجة، أنا مش قادر أفسر موقفك، قوليلي بصراحة في إيه؟ فضل رشدي أباظة لمدة 3 أيام في أوضته مش عايز يشوف حد أو يتكلم مع حد، وفهم إنه على وشك النهاية. وده اللي خلى والدته تفكر في إنها ترجع ثروتها اللي اديتها له علشان ما تروحش لإخواته. وفعلا نفذت الأم اللي هي عايزاه، لكن موقف أمه خلاه يقرر ما يستسلمش ويحاول يدور على علاج لنفسه. وراح للدكتور علشان يفهم منه حكاية إن في عمليات بتتعمل في ألمانيا لاستئصال الورم ده، وسافر فعلا لألمانيا علشان يعمل العملية. وكانت مصر كلها في الوقت ده بتتابع حالته الصحية وبتتمنى له إنه يرجع، وده اللي حصل فعلا، لأنه بعد أقل من 3 شهور كان رشدي أباظة بيقف في البلاتو قدام الكاميرا علشان يبدأ بالفعل تصوير دوره في فيلم الأقوياء مع المخرج أشرف فهمي، واحتفل الكل بعودته. لكن بعد أسبوع واحد على تصوير رشدي مشاهده في الفيلم رجعت له الآلام مرة تانية وبدأت تظهر مضاعفات الجراحة، ووقع رشدي أباظة في بلاتو التصوير، ونقلوا أخوه فكري بمساعدة فريق العمل للمستشفى وعملوا له بعض الإسعافات اللازمة، لكن مفيش فايدة وتوفى. وكمل المخرج مشاهده بأنه صور الفنان صلاح نظمي من ظهره، وقام أحمد زكي بتقليد صوته، ورفض أحمد زكي أو صلاح نظمي ياخدوا فلوس مقابل ده، ورفضوا كمان كتابة أسمائهم على تتر الفيلم وفاء لروح صديقهم رشدي أباظة. لكن قبل ما يتوفى رشدي أباظة وصى عامل الإكسسوار دونجل اللي كان ملازمه في كل أعماله وقال له وصيتي في رقبتك، أما موت تفرش قبري بالحنة والريحان. وفعلا أما توفى جري عم دونجل على فكري أخو رشدي أباظة وطلب منه يوقف الدفن علشان ينفذ الوصية. وركب عم دونجل عربية الموتى مع الجثمان، وعباس أخو عم دونجل ركب الموتوسيكل بتاعه علشان يجيب الحنة. لكن وهم في طريقهم لقوا حادثة كبيرة عاملة زحمة في الطريق، ولقوا عربية رمل داخلة في موتوسيكل، واتفاجئوا إن اللي كان سايق الموتوسيكل عباس أخو عم دونجل اللي توفى فدا تنفيذ وصية رشدي أباظة. عم دونجل كمل وراح دفن رشدي أباظة ونفذ وصيته، وبعدها رجع يدفن أخوه. خليني أقول لكم إن سبب اختيار رشدي أباظة للحنة هو إنه كان بيؤمن إنها بتساعد على تحلل الجسم بسرعة، وهو كان عايز جسمه يختفي بسرعة بعد الوفاة. قولوا لنا في التعليقات إيه أكتر الأعمال اللي بتحبوها لدون جوان.